لايف. دوكا نبدا في اللايف برك. حاب نرتب لكم الافكار. شوف، تفرجوا هذا الفيديو فيه 5 دقائق ومن بعد ادخلوا معايا اللايف باش نحو المشكل تاع الكونيكسيون. شوف راني مبارطاجي واسكتوا برك. شوف، المستوى الافقي والمستوى المائل والقذيفه بصفه عامه الاسئله اللي كاينه. اول سؤال يقول لك مثل القوى، افقي او مائل او قذيفه، نهضر عليهم مع بعضها. ثانيا اوجد عباره تسارع. التسارع يا جماعه راح يكون صفر او ثابت، مش راح يكون متغير، يا تلقاه صفر يا تلقاه زائد جي ناقص جي او عباره اخرى في المستوى الافقي والمائل. ثالثا حدد طبيعه الحركه. اذا طبيعه الحركه كيف نعرفها؟ نعرفها بالسؤال اللي قبله اللي هو عباره التسارع. اذا كان صفر راح نقولوا حركه مستقيمه منتظمه في القذيفه او المائل او الافقي. اذا كان ثابت راح نقولوا حركه مستقيمه متغيره بانتظام. اذا كان موجب نقولوا متسارعه. اذا كان تسارع سالب نقول له متناقصه بانتظام. فيها هضره من بعد نهضروا فيها زين. رابعا المعادلات الزمنيه للحركه. المعادلات الزمنيه يا جماعه هما كيف دايرين؟ تبع معايا. معادلات زمنيه عندك غير زوج اللي هما ماذا؟ عندك غير زوج اللي هما اكس دو تي، هذه في المستوى الافقي 1 ل 2 تي مربع زائد في 0 تي زائد اكس 0. شوفوا المشكل تاعك شي هو؟ انت في السؤال الثاني لقيت عباره تسارع، انت تحطها هنا برك. واش لقيتها حطها صح. والفي 0 والاكس 0 تقول استاذ من نجيبهم؟ هذونا سموهم الشروط الابتدائيه. واش معناتها؟ في نص التمرين يقول لك اكس 0 تساوي صفر، الاغلبيه يقول لك صفر. يقول لك ينطلق بسرعه ابتدائيه تساوي 50، حطها 50. بدون سرعه ابتدائيه تحطها صفر. فهمتوا يا جماعه؟ خلاص. في 0 اكس 0 الشروط الابتدائيه. في القذيفه تشوفهم تضيفوه غير في الرسم، يرسم لك في الرسم تعرف اكس 0 الاغلبيه تساوي صفر. في المستوى الافقي المائل الاغلبيه صفر. خلاص. اذا كي تجي تشوف معادله زمنيه صعيبه ما صعيبه والو. ها في 0 اكس 0 الشروط الابتدائيه جبدتو من مثل قوى ومن بعد درت قانون ثاني نيوتن لقيت عباره التسارع. خلاص يا جماعه، مثل قوى بعد ما دير قانون ثاني نيوتن راح تلقى عباره طبيعه الحركه حضرنا عليها. المعادله الزمنيه هامليك غير تعوض والفي 0 والاكس 0 هذا لقيتو وهذونا شروط ابتدائيه صح. المعادله الزمنيه الثانيه اللي هي في دو تي هي ماذا؟ تي زائد في 0. نفس الشيء في 0 ها من الشروط الابتدائيه نفسها، هاك لقيتو تحطه هنا. خلاص فاهمين يا جماعه؟ هذا الطلبه يسال يقول لك استاذ الترتيب هذا مهم لانك تكون يقول لك ديريكت يجيك سؤال يقول لك اوجد المعادلات الزمنيه. يعني تمثل القوى وتوجد عباره التسارع وتجي تعوض هنا بالترتيب. مستحيل تجاوب هذا بلا ما تجاوب هذا. خلاص زيد. هاني حكيت لك انا الشروط الابتدائيه. لان حاله القذيفه يعود عندك اكس دو تي وتعود هنا اكس ايكغيك دو تي تعود ايكغيك. خلاص يا جماعه زيد. المعادله التفاضليه للسرعه هامليك دي في اكس على دي تي تساوي اكس دي اكس على دي تي او هكذا. ها معادله التفاضليه. خامسا معادله التفاضليه نقول لك دي في على دي تي تساوي دي اكس على دي تي تساوي تي زائد ماذا؟ في 0. يعني المعادله التفاضليه مش صعبه يا جماعه. تكتب هذه العباره وتجيب لها تحطه هنا. ها هو هذايا. شوفوا هو كلش تحديد طبيعه الحركه. في المعادله الزمنيه عوضناه هنايا، هاولي عوضناه هنا، وفي المعادله التفاضليه عوضناه هنا. ثاني المعادله التفاضليه الثانيه تعوضوا هنا، هذا تجي تعوضوا هنا. اما في 0 قلنا نجيبوه من الشروط الابتدائيه. خلاص كملنا. هذا هو المستوى الافقي المائل. واش مزالنا دركا؟ مزالتنا القذيفه زايده. القذيفه تزيد بماذا؟ معادله المسار، الذروه والمدى. القذيفه تزيد على المستوى الافقي بماذا؟ الذروه، المدى والمسار. كما نقولوا حنا معادله المسار. المدى، الذروه ومعادله المسار. هيا خالتي.